السلام عليكم أحبائي، نتمنى أنكم تكونوا بخير وصحة جيدة. قصتنا اليوم جبتها لكم من بلادنا الحبيبة، وبالضبط مدينة الجديدة. أجي تسمعوا معايا قصة اللي هزت المغرب والمغاربة عام 2016. قصتنا اليوم بطلها عبد العالي داكير، واللي ولا معروف من بعد بسفاح الجديدة. العمر ديالو في هذاك الساعة كانت عنده 46 عام، مزوج وعنده أب ل4 ديال البنيتات، مريم، سناء، حنان وأمينة. تيتقال أنه كان تعاني من بعض الاضطرابات العقلية، ولكن ماشي لدرجة أنه كيشكل خطر على الناس اللي تيحيطوا به. وكان عايش بشكل شبه طبيعي مع مراته ووليداته، وحتى الوالدين ديالو. كانت العائلة كبيرة في الدار عايشين مجموعين. ولكن هادشي ما غيبقاش نهار السبت اللي هو 23 ابريل 2016. وكيف العاده فاق عبد العالي في الصباح بكري وفطر مع عائلته، وهز ساكو والحمار ديالو اعزكم الله، ومشى للسوق باش يتقدى كيف ما ديما. ومنين وصل للسوق دخل، وبشهادة الناس اللي شافوه تما في السوق مشى نيشان عند السيد اللي كيمضي الماس، حيت عبد العالي كان هاز جوج ديال الجناوة كبار وداهم باش يمضيهم. ومنين كمل مشى كيقضي داكشي اللي خاصو حتى كمل كلشي، وداز باع الحمار ديالو ب36 الف ريال. ومن بعد رجع للدوار في وسط النهار. في هاد الوقيته من النهار الدوار كيكون تقريبا خاوي من الناس، بالاخص الرجال والشباب، حيت كيكونوا كلهم خارجين. اللي خارج الاغلبيه مشى للسوق او لا مشى يقضي الاغراض ديالو. والدوار كيبقى فيه غير العيالات والدراري الصغار والناس الكبار في السن طبيعه الحال. منين نوصل عبد العالي لدارو ودخل وسد كاع البيبان بالسوارت بطريقه غير باعتياديه. جبد جناوة اللي كانوا عنده في الصاك، ومشى نيشان للبيت اللي كان جالسين فيه الاب والام ديالو كانوا ناعسين، ودخل عليهم. ومشى لباه هو الاول ودخل فيه جنويه وقتلو في البلاصه. باه كان راجل كبير في السن، عمره في الثمانينات. امه فاقت تغوت حتى جا ليها وقتلها حتى هي بنفس الطريقه. يلا قتل امه ودور وجهه ويلقى مراتو داخله مع الباب وجهها في وجهه. هجم عليها حتى هي وبدا كيضربها وهي كتغوت حتى صفاها ليها. عبد العالي مع 3 ديال الجثات قدامه وقوه الدمايات في كل بلاصه زاد جعر، وخرج كيقلب على اي واحد قدامه باش يقتلو. ولان الدار اللي كان ساكن فيها احبابه كانوا كتار، يعني كانت العائله كبيره فعايشين تما. كانوا شي دراري ديال الدوار دايزين من حدا الدار وسمعوا الغوات وبغاو يعرفوا اشنو واقع. دخلوا كيقلبوا على مصدر الصوت وهاد الغوات منين جاي. وحتى شي عيالات اللي كانوا في الدار نيت من الجهه الاخرى جاو حتى هما تيقلبوا على الغوات شكون اللي تيغوت. جاو لوسط الدار، وحتى العم ديال الام ديال عبد العالي جا حتى هو وتلاقى نيشان مع عبد العالي وجها لوجه. حتى هو راجل كبير في العمر، حتى هو في الثمانينات. حتى هو ما زقلوش، بدا كيضرب فيه بالجنويه وهو مسكين لا حول له ولا قوه، ما قدرش يقاومه حتى صفاها عليه حتى هو. وفي هذه اللحظه وصلوا العيالات اللي قلت لكم وشي وحدين من الجيران حتى هما من بعد ما سمعوا حتى هما الغوات. ومنين جاو شافوا هذاك المنظر كلشي بدا تيغوت وكيحاول يهرب من عبد العالي لان شافوه قدامهم. ولكن هو جمعهم في واحد الجهه وبدا كيضرب فيهم بدون رحمه ولا شفقه حتى قتلهم كاملين. والغريب في الامر ان الدار كانوا فيها حتى بنياته الربعه، العمر ديالهم ما بين 3 سنين حتى 14 عام. جمعهم عبد العالي ودخلهم اولا دخلوا، المهم شي تيقولك بانه هو اللي دخلهم، شي تيقولك بانه هما اللي هربوا دخلوا لواحد البيت وسدوا على راسهم. ما اذاهم ما والو، ما وصلش ليهم. ومنين سمع بان الدرك الملكي والوقايه المدنيه جاو دخل لهاك البيت اللي كانوا فيه بناته وسد عليهم بالساروت وهو باقي هاز اداه الجريمه. بداو الدرك الملكي كيغوتو كيطلبوا باش انه يحل الباب، ما بغاش. وبدا كيقاوم فيهم. واحد الوقيته حاولوا انهم يهرسوا الباب ويدخلوا عليه. ضرب في الاول بالكاس وضرب المره الثانيه بوحده من الجنويات اللي كان هاز. واحد من الرجال الوقايه المدنيه حاول انه يقتحم من البيت باش يعتقل البنات، وهو ضربوه بجنويه لكتفو اصابه بالغه.
من بعد هجموا عليه رجال الدرك الملكي وهما يشدوه، لقاو عليه القبض. من بعد ما شلوا الحركه ديالو وخرجوه تحت الحراسه امنيه مشدده، لان الناس الدوار ملي نساقوا الخبر كلشي حاول انه يتعدى عليه وانه ينتقموا منه ومن داك الفعل اللي دار له السياره ديال الدرك. وداوه من بعد ما جاو سيارات الاسعاف، نقلوا الجثث للتشريح، ومن بعدها غيديوهم باش يتدفنوا. لا حول ولا قوة الا بالله. المهم تحاكم عبد العالي بالاعدام شنقا بتهمة القتل 10 ديال الانفس، 10 الناس من عائلته وشي بحدين من الجيران، كلهم كانوا الضحايا ديال عبد العالي. الصراحة كنتأسفوا ملي كنسمعوا بحال شي قصة يعني بحال هكا، خصوصا ملي كتكون الضحية اولا الضحايا اقرب الناس للجاني. كاينين بزاف ديال التفاصيل في هذه القصة، ولكن انا حاولت نختصرها لكم باش تعرفوا القصة وشنو وقع فيها، يعني بجميع الاحداث ديالها. ايوا احبائي، هنا كتنتهي القصة ديال اليوم. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.